صراحة شوف ردة فعل الشارع الرياضي يعني كثير أثرت فيه، وأنا بالنهاية يعني أنا في ناس كثير كانوا يطلبوا مني إنه عمر خلاص لا تروح المنتخب، شيء وضع المنتخب هيك، أقول لهم لا، أنا الله أعطاني الموهبة ما بدي أبخل فيها لا على بلدي ولا على أي حدا أي نادي أكون متعاقد معه. فأنا اللي صار إنه أنا إن شاء الله يعني أنا تحت تصرف القيادة الرياضية، تحت تصرف الاتحاد الرياضي العام، وأنا أتراجع عن قراري وإن شاء الله يقبلونه، بالبداية لازم يقبلونه. فأنا يمكن كنت يعني ردة فعل ضايقت، ما بخبي عليك يعني، وللآن متضايق، كنت يعني حابب إني أكون مع الشباب وأشاركهم الفرحة اللي كانت أمس، ما أبخل على منتخب بلدي بأي نقطة عرق. فهذا اللي صار يعني. أنا كنت ناوي إنه بس يعني محبة إلك وللبرنامج وعن طريق قناتنا يعني قناة بلدي، يمكن هذه أول مرة ترى أنا أطلع على القناة الفضائية السورية، ما أذكر إني طلعت قبل. فإن شاء الله إنه أنا أتراجع عن قراري وأنا تحت تصرف الرياضة والقيادة الرياضية عندنا بالبلد. وكل الشكر للجماهير اللي دعمتني واللي ساندتني. أنا صراحة جتني رسائل كثير يعني، لكن بالنهاية أنا طول ما عندي الموهبة وقادر إني أعطي ما أبخل فيها أبدا، لأنه هاي رب العالمين أعطاني إياها عشان أظهرها وأفرح العالم اللي بالشيء اللي أنا أقدر عليه. فإن شاء الله يعني أنا تحت تصرف المنتخب في حال تم استدعائي إن شاء الله.